اتفضل شوف شغلك. اتفضل شوف شغلك. اتفضل شوف شغلك. ايه رايكم؟ بصوا، صوره للبتاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يوم جديد، يوم جميل ان شاء الله علينا وعليكم. بس النهارده بقى احنا طلعنا في الجو الطلق عشان النهارده يوم سمك مك، والسمك مك لازم يتمكمك في المكان الواسع عشان الريحه والحساسيه. احنا بنحب نعمله في البيت. احمد بيقول لي العيش طالع، ده عيش ناشف بنشفه للبط، هنرميه في الكمامه خساره، بنشفه للبط. احسن من البط بتاع البط البني ادمين، بط الحيوانات ياكله. دي شويه دقيق، معانا شويه زيت، معانا قطرات من الزيت، وهنا عشان ما نعوز الزيت دي يخلص نحط الزيت. يعني يلوي، يعني معانا ومعاكم النهارده اكله سمك بشوي بايدي، مصاريفي بيوتي. فانا قلت بدل ما نعمل الشوي تحت، بنحب نعمل كل حاجه بايدينا، فاحنا قلنا بدل ما نعمل الشوي تحت والريحه تخنق العيال وميار عندها حساسيه، نطلع ايه في الهواء الطلق كده في الروقان ونعمل حاجات. ناقص ان احنا هنجيب السمك دلوقتي، ماشي، هنجيبه ونبدا للتجهيز. طبعا البومبه ديت حلوه تتنقل معانا في اي مكان، مجهزين الدقيق ومجهزين الزيت ومجهزين الطاسه اللي هي امها مش رقاصه. دي طاسه اللي هي امها مش رقاصه، دي طاسه عاديه. ماشي، ان شاء الله ايه نعمل قدامكم معانا ومعاكم شويه سمك مك من اللي قلبكم بيحبه. واتمنى من ربنا ان كل اللي يشوف الفيديو يصلي على سيدنا النبي، صلى على سيدنا الحبيب، قلبه وقلوبكم تطيب، ويحط اللايك وما ينساش الاشتراك في القناه، واهم حاجه تصلوا على النبي واللايك. وانتظرونا بقى نخش ايه اوريكم السمك مك ونخش. يلا يا معلم.